السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلين حبوباتي، مرحبا بكم في قناتي قناة كامار كريس للطبخ. اليوم راح نشارك معاكم وصفة بوريك بالطون والفرماج والبطاطا بنينة تهبل. تبعوا معايا المقادير. عندي هنا بطاطا قصيتها مكعبات وطيبتها في الماء، وجوز علب طاطون وفرماج ودبشة وبصل قليته مع لي زيبيس والملح وزيتون اخضر وشويه تاع هريسه. اول حاجه حطيت البطاطا وحطيت فوقها البصل اللي قليته، وحطيت فوقها الهريسه مغرفه كبيره والدبشه والزيتون الاخضر. من بعد نمس المكونات تاعي حتى يتخلطوا في بعضهم. البنات اللي ما يحبش يدير الهريسه ما يديرش، انا نحب الحار. تقدروا كيف تزيدوا الفلفل تقصوه مكعبات. البصل البنات راني قليته مع الفحيط مع راس الحانوت وفلفل اسود وزنجبيل وشويه تاع ملح وشويه تاع زبده. الملح ما كثرتش البنات على خاطر الزيتون تاعي مالح. بعد البنات نزيد مغرفه كبيره تاع فرماج. انا استعملت هنا النوعيه تاع موندور، نتوما استعملوا اي نوع عندكم. من بعد هالبنات نزيد الطون كما تشوفوا راني استعملت زوج علب. اول حاجه نصفيه مليح من الزيت باه ما تجينيش الروسيت تاعي ميدمه. اذا نكمل نخلط بنفس الطريقه. من بعد البنات نجي نحشي الديول تاعي. نهز كمية من الخليط ونحطها على جنب كما تشوفوا، يعني طريقة سهلة جدا. ومن بعد نحط فوقها شوي فرماج ربي، لما كان عندي هنا فرماج ربي قلت نديرو نتوما كما تحبوا. اذا ورولي البوريك تاعي. الديول البنات راني خدمتهم انا خدمتهم بفرينه ودقيق وخدمتهم البانسو في المقله. اذا حابين الوصفه خلولي في التعليقات درك نديرها لكم. اذا نكمل البوراكات تاعي كامل بنفس الطريقه. الوصفه هذه البنات بنينه تهبل، وكما تعرفوا راهو جاي رمضان لازم ننوعوا في الروسيت تاع البوراك تاعنا. بعد ما كملت حشيت الديول تاعي كامل نجي نحط شويه زيت في المقله وخلاها تسخن شويه، ومن بعد نحط البوريك تاعي. البنات اقلوهم على نار متوسطه باه يطيبوا لكم من الداخل والبرا ويولوا يقرمشوا ويبقوا لكم مده طويله هما يقرمشوا. اذا كما تشوفوا هنا راني قليتهم ما خليتهمش يحمروا مليح، انا نحبهم لاكولر هذا يجي دوري. كما تشوفوا البنات راني حطيتهم فوق البابي باه يمتصك الزيت هذاك كله. اذا هنا بعد ما قليتهم شوفوا كيف زينتهم تزيين بسيط. اذا هذه هي الوصفه تاعنا تاع نهار اليوم، نتمنى تعجبكم وتجربوها وتخلوا لي تعليقاتكم وديروا لي جيم على الفيديو، واللي مازالت ما درتش ابوني ديري ابوني فضلا وليس امرا. ونقول لكم تبقوا على خير وتهلوا في رواحكم، وان شاء الله تلاقوا في وصفات اخرى.